وهو ما مسوي له اي شيء. اكو شخص بحياتك من تشوفه قلبك ينقبض، لا ظالمك ولا مأذيك ولا حاكي عليك، بس ما ترتاح له. الغريب انه هذا الشعور موجود عند اغلب البشر، والاغرب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اشار اليه قبل 1400 سنه. قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. هذا الحديث مو مجرد نصيحه اخلاقيه، هذا وصف دقيق المشكله النفسيه يعيشها البشر يوميا. خلونا نفهم شنو يصير داخل دماغنا لما نكره شخص ما مسوي لنا شيء. اولا، الكره اقوى مما نتصور. احنا عاده نعتبر الكره مجرد شعور سلبي، لكن الدراسات العصبيه اكتشفت شيء غريب. العلماء لقوا ان الكره يشغل نفس المناطق تقريبا اللي تنشط اثناء الحب، مناطق بالدماغ اسمها البوتلمين والانسولا. يعني الكره والحب مو متناقضين مثل ما نتخيل، اثنينهم مشاعر قويه جدا، اثنينهم يسيطرون على انتباهك، ولهذا مرات تبقى تفكر بالشخص اللي تكرهه اكثر من الشخص اللي تحبه، لان دماغك يتعامل وياك كشخص مهم. ولهذا ما تتحكم بهذا الشعور، راح يبدا يتحكم بتصرفاتك وقراراتك وعلاقاتك. ثانيا، دماغك يخاف من المختلف. العالمه اي.جي. مارسدون تقول انه واحد من اهم الاسباب الكره هو الخوف من الاختلاف. واحد يفكر مختلف عنك، يلبس مختلف عنك، يحكي مختلف عنك، ينتمي لبيئه مختلفه عنك. دماغك احيانا يتعامل وياه بحذر تلقائي. والباحث باتريك وينز يشرح هذا الشيء من خلال نظريه اسمها احنا وهم، us and them. فكره بسيطه: دماغ الانسان يحب المجموعه اللي ينتمي الها، ويشكك تلقائيا بأي شخص خارج هاي المجموعة. هاي آلية دفاعية قديمة ساعدت البشر على البقاء آلاف السنين، لكن اليوم قد تتحول إلى سبب للنفور والكره والأحكام المسبقة. وهنا نفهم معنى كلام النبي: ولا تدابروا، يعني لا تدير وجهك على الناس قبل ما تعرفهم، لا تحكم عليهم من أول نظرة، ولا تبني موقف كامل على مجرد اختلاف. ثالثا، يمكن أنت جاي تشوف نفسك بيه. هنا ندخل على أخطر سبب، والسبب اللي يفسر هواي حالات كره بلا سبب. الدكتورة دانا هيرون تسمي هذا الشيء بروجكشن أو الإسقاط النفسي. شنو يعني؟ يعني تستخدم الشخص المقابل كشاشة سينما وتعرض عليها مخاوفك ونقاط ضعفك والصفات اللي ما تحب تواجهها بنفسك. تكره الشخص لأنك تشوفه مغرور، يمكن لأنك تخاف تكون مغرور. تكره الشخص يحب الظهور، يمكن لأن بداخلك رغبة مشابهة وتحاول تخفيها. تكره شخص ناجح، يمكن لأن نجاحه يذكرك بأهداف بعدك ما محققها. ولهذا مرات المشكلة مو بالشخص المقابل، المشكلة بالجرح اللي كشفه وجوده. ولهذا كثير من علماء النفس يقولون أكثر الصفات اللي تزعجنا بالناس قد تكون أقرب الصفات إلنا. رابعا، التعب يخليك تكره أسرع. لاحظ نفسك من تكون مضغوط أو ما نايم زين أو تعبان تصير عصبي أكثر، تحملك يقل، تبدأ تنزعج من أشياء بسيطة، مو لأن الناس تغيرت لكن لأن قدرتك على التعاطف قلت. لهذا أحيانا الكره مو بسبب الشخص، الكره بسبب الحالة النفسية اللي جاي تمر بيها.